وفي دوشه حواليك وناس رايحه وناس جايه، مش انت نمت قد ايه؟ طب ليه بقى؟ تاني من سلسله تطوير الذات. السلسله دي ان شاء الله هيكون في فيديوهات بتتكلم عن اي حاجه بتخص تطوير الذات، والنوم هو اكتر حاجه لازم تركز عليها وتحسنها، لان انت كل ما بتحسن من جوده نومك فانت بتزود من تركيزك، وهتحس كمان ان الوقت بقى فيه بركه اكتر. بس في مشكله كبيره قوي عندك، ممكن تكون بتنام كتير قوي بس تصحى مش فايق ومش مركز، وده عشان جوده نومك مش كويسه. طب ليه بقى؟ عشان اللي بيحدد جوده نومك هي الحاجات اللي بتعملها قبل ما تنام، مش انت نمت قد ايه. ممكن تكون الحاجات دي اصلا بديهيه وشائعه جدا وفي ناس كتير بتعملها، زي انك تمسك التليفون قبل ما تنام، او تقعد تلعب على البلاي ستيشن، او برضه انك بتنام الصبح مش بالليل وفي ناس كتير بتعمل كده، او انك بتشرب كافيين او قهوه قبل ما تنام، ودي كلها حاجات اصلا بديهيه وانا مش جاي اتكلم عنها. انا هكلمك عن 5 حاجات مش كل الناس بيتكلموا عنها في حوار تحسين النوم. اول حاجه فيهم انك لازم تمارس اي شكل من اشكال الرياضه، زي مثلا انك تلعب كوره او تروح الجيم، او حتى مثلا لو مالكش في الاثنين دول تتمشى شويه المسجد بعيد مثلا، او منها نشاط ومنها حسنات يعني. بس المهم انك تمارس اي نشاط او حركه او رياضه على الاقل نص ساعه في اليوم، عشان اصلا التمرين هيستنفذ طاقتك وهتحس بالارهاق، فهيكون سهل عليك النوم وقتها. بس استنى، في ملحوظه مهمه قوي لازم تعرفها، انك لازم تسيب فرق على الاقل ساعه ونص بين التمرين والنوم، عشان انت لما بتتمرن مثلا او تلعب كوره فانت بترفع درجه حراره جسمك، وده شيء اصلا بيخليك مصحصح ومفوق جدا، ولكن بعد ما تخلص التمرين بحوالي ساعه كده او ساعه ونص فدرجه حراره جسمك بتنزل تاني، وقتها بقى تحس انك عايز تنام، وساعتها تستغل الاحساس ده وتنام بسرعه. نخش على تاني حاجه بقى، واللي هي انك ما تفكرش. ناس كتيره جدا لما بيجوا يناموا مخهم ما بيصدق ان هم عايزين يناموا، ويقعد بقى يجيب لهم في القديم والجديد ويجيب لهم في حاجات حصلت، وعلى فكره انا من ضمن الناس دي، تبدا تتخيل اصلا حاجات مش هتحصل اصلا، وده بالتالي ما بيخليهمش يناموا بسرعه، وحتى لما بيناموا بيأثر على جودة نوم. فالحقيقة المشكلة دي أصلا واللي أنا بستخدمه شخصيا إن أنا أصلا عندي نفس المشكلة، إن أنا بكتب الأفكار اللي بتجيلي قبل ما أنام، ومش شرط أكتبها بورقة وقلم، ممكن أخش أكتبها في نوت على التليفون، لو مش متوفر ورقة وقلم بكتبها بنوت على التليفون. بس المهم إن أنا أفرغ كل الأفكار اللي في دماغي عشان أعرف أنام، سواء حتى كانت الأفكار ديت حاجات أنت عايز تعملها أو سيناريوهات حصلت في الماضي، أو حتى سيناريوهات ممكن تحصل. اقعد كده 10 دقايق على السريع اكتب كل الأفكار اللي بتجيلك، بعد ما تخلص كل حاجة دي خش نام وأنت مخك صافي. صدقني جدا عن تجربة، حوار الكتابة ده بينفع قوي في تصفية الذهن. ثالث حاجة بقى وهي بيئة النوم، المنطقة اللي أنت بتنام فيها. ما تستناش طبعا جودة نوم كويسة وأنت نايم في مكان منور وفي دوشة حواليك وناس رايحة وناس جاية. هتقول لي ما أنا بعرف أنام أصلا لو حتى في دوشة، هقول لك ماشي، بس جودة نومك هتبقى تعبانة. فعشان كده لازم تنام في مكان هادي ومظلم بشكل كامل، ولو كمان تقدر تظبط درجة حرارة الأوضة وتخليها مناسبة، ما تخليهاش مثلا حر قوي ولا ساقعة قوي، فدي حاجة هتفرق جدا معاك برضه. رابع حاجة بقى انك ما تغصبش نفسك انك عايز تنام. لو انت مش جالك نوم نهائيا فقوم من على السرير فورا واعمل اي حاجه فيها استرخاء، زي مثلا انك تقعد في البلكونه شويه او تقعد تسمع قران في اي مكان هادي. المهم انك ما تبقاش على السرير ولا بتعمل اي حاجه فيها مجهود، طبعا اهم حاجه ما تروحش تمسك الموبايل، وبعد شويه بسبب النشاط الاسترخاء اللي انت عملته هتبدا تحس انك عايز تنام، وساعتها هتروح تنام. خامس بقى واخر حاجه واهم حاجه ان انت تروح السرير بدري. اغلب الناس بيقعدوا ساعه او اكتر على السرير قبل ما يناموا، وده يا اما عشان ماسكين الموبايل او قاعدين بيفكروا او بيقوموا كل شويه يعملوا حاجه نسيوها، فعشان كده لازم تخش السرير بدري شويه. يعني انت مثلا عايز تنام الساعه 12 روح للسرير الساعه 10 او 11 بالكتير، عشان تدي لنفسك وقت برضو انك تكتب الافكار اللي بتجيلك زي ما قلنا في الخطوه الثانيه، او عشان حتى ترد على الرسائل اللي موجوده عليك، او حتى لو مش جايلك نوم خالص فانت ساعتها تقدر تسمع قران وتريح شويه كده لحد ما يبدا النوم يجيلك، او خصوصا انك تدي لنفسك شويه وقت لحد ما النوم يجيلك. يعني في ناس كتير اصلا بتكون حاسه انها عايزه تنام بس مش عارف ينام، احنا اصلا ممكن يقعد نص ساعه او اكتر مريح على السرير بس عشان يعرف ينام. عشان كده لازم تروح للسرير بدري عشان الوقت اللي بيضيع ده ما يكونش من وقت نومك الاساسي. اخر حاجه انك تعتبر المهمه تظبيط نومك ديت هي مهام الاسبوع ده، ولازم تبدا فيها من حيث جودته ومواعيده. وبس كده اظن الفيديو النهارده خلص، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بس ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وبس كده، وافتكر دايما انك تستحق الافضل.